وبيقول له طب لو في نية اني انزله هعمل كده ازاي اذا كان كل الدكاترة رافضين؟ وساعتها شوقي بيقول له انت لسه في الاول، يعني الموضوع يخلص بحبيتين، الست تاخدهم وخلاص. وبعد كده محمد بيكون ماشي في الشارع وبيلاقي واحدة شحاتة وبتطلب منه مساعدة، وبتقول له إنها عندها 5 عيال، وبيبص لها بيلاقي صورة مراته وبتقول له إن جوزها مات. وساعتها بيطلع على شوقي بيقول له إنه شاف علامة من ربنا إنه لازم ينزل الحمل. وبينزلوا مع بعض على الصيدلية، وشوقي بيخش يقول للصيدلي إنه عايز حبوب إجهاض، وطبعا الناس اللي في الصيدلية كلهم بيبصوله بقرف وبيتعاركوا مع الصيدلي. وبعد ما بيطلعوا مساعد الصيدلي بيطلع وراهم بيقول لهم إنه يقدر يوفر لهم اللي هم عايزينه، ويديهم رقم يكلموه ويطلبوا منه حبوب الإجهاض. ولما بيتصلوا بالرقم بترد عليهم واحدة لكن صوتها شبه الرجالة، وبيطلبوا منها حبوب الإجهاض وبتطلب منهم مبلغ 2000 جنيه. وبعد مساومات بيوصلوا معاها المبلغ 1700 جنيه، وبتقول له ابعت لي عنوان بيتك عشان ابعت لك عليه الحاجة. لكن هو بيقول لها لا انا عايز الحاجة تجيلي على الشغل. وتاني يوم في الفرع بيدخل عليه واحد شكله غلط ولسه هيطلع الحاجة من جيبه، بيقول له لا اقعد. وساعتها بيدخل عليه واحد تاني وبيقول له ايه حبوب الإجهاض يا زميلي؟ فبيسأل اللي قاعد قدامه طب انت مين؟ بيطلع سباك حماه بعتهوله. اما بيروح يعمل عصير لمراته ويطحن الحبوب ويدوبها في العصير ويقدمه لها، لكن الغريب انها بتكون اول مرة يعمل لها عصير من ساعة ما اتجوزوا، او تقريبا عمره ما عمل لها حاجة، وبيكون عايزها تشربه لكن هي بتفضل تتكلم معاه وتضيع وقت. وساعتها بيسيبها ويدخل الحمام وبيأخر نفسه لحد ما تشرب العصير براحتها، وبيخرج بسرعة وهو ندمان وعايز يلحقها قبل ما تشرب العصير. لكن بيتفاجئ بحماه قاعد مع مراته وهو اللي شرب العصير مش شروب. وحماه بقى أستاذ سعيد الشمسي مدرس الجغرافيا اللي بيقوم بدوره الفنان كمال أبو راية، وبيقوم بدور جديد عليه، دور كله كوميديا. بتحس إنه عنده شيزوفرينيا، يعني هتلاقيه يقولك في جملة واحدة حاجة وعكسها. وفي الوقت ده بنشوف محمد في الحمام بيحاول يتصرف في الموضوع، وبيسأل كذا حد وبيعرف إنه لازم يوديه المستشفى ويعمل له غسيل معدة، بس هو مش عارف يقنعه ازاي. فبيطلع يقول له ايه رأيك يا عمي نروح المستشفى نطمن عليك؟ وطبعا حماه بيقول له انا كويس. بعد شوية حماه بيتعب وبياخده وبيروحوا على المستشفى، والدكتور بيستغرب من اللي حصل وبيسألهم انتوا متأكدين انه ما خدش حاجة تانية؟ محمد بياخد الدكتور على جنبه وبيحكي له، والدكتور ساعتها بيقول انه مش عارف يتصرف ازاي. انا رايح اجيب دكتور نسا. وشو بتستغرب يجيب دكتور نسا ليه يعني؟ محمد بيقول لها ان الدكتور قال له ان ابوها واخد منشطات جنسية هي اللي عملت فيه كده. ومحمد بيكون بيتكلم مع شروق وفجأة بيشوف واحد اسمه طارق ميدان مؤلف هو بيحبه جدا، وبيروح يجري وراه وبيقابله في الحمام وبيعرفه لنفسه وبيقول له انه بيعتبره قدوته في الكتابة، وبياخد نمرته وبيطلب منه انه يبعت له الافلام بتاعته.